عليكم وأحداث الحلقة 68 من مسلسل ساحرتي. تبدأ أحداث هذه الحلقة مع روشني وهي تقف في الغرفة الخاصة بالطفل، وهناك الألعاب تطير حولها وكأنها سعيدة من أجل حضور ابن آمان وآيانا. تقول روشني: أخشى أن يدرى آمان بأنني حامل ويعرف عما يحدث هكذا في الغرفة. وكذلك العصافير تغرد. يقول لها آمان: هل تسمعين ذلك يا روشني؟ تقول له: لا، محتمل أنها عاصفة هبت أو رياح. وكأن كل شيء في المنزل يحتفل بحضور ابن آمان وروشني. يقول آمان لروشني: هل أنت بخير؟ فروشني متوترة للغاية وتحاول أن تخفي على آمان أنها حامل. تقول له: أجل أنا بخير. وهناك وفي مشهد آخر تتحدث شاعري مع خالتها وتقول لها: أنا بخير يا خالتي، وسوف أتدبر أمري وسوف أرسل لك المبالغ التي تلزم لمصروفات الدراسة. ثم تنهي معها شاعري المكالمة، وهناك يقف ريحان يتحدث مع أحد موظفيه وتنظر إليه شاعري بإعجاب وكأنها تشعر ناحيته بحب. تقول: ما الذي أفعله؟ لقد تجاوز كل الحدود بالأمس، كيف يجرؤ على فعل ذلك مع فتاة لطيفة ومحترمة مثلي بحجة حمايتي من النحلة؟ إذا لم أكن بحاجة لهذا فسوف ألقنه درسا، هذا الرجل الذي يمتلك شارب مثل ذيل الأرنب. وهناك روشني تحاول التهرب من آمان، فهي تقوم بالإمساك بشيء بيدها. يقول لها آمان: ما هذا؟ أريني ما في يدك. ولكن روشني تمتنع. ثم يأتي اتصال هاتفي لآمان من خالة فينشغل عن سؤاله لروشني. وهناك وفي مشهد آخر تحاول ناتاشا الاقتراب من ريحان وتقول: هذه فرصتي لأعلم إن كانت لديه علامة صائد الجن، أنا بحاجة للتأكد من ذلك. تحاول ناتاشا الاقتراب من ريحان وتحاول نزع ملابسه وتقول له: كنت أفتقدك كثيرا. يقول لها ريحان: هذا مكتبي. ناتاشا: هذا مكتبي ولا أريد أن يراك أحد هنا. وفجأة تدخل عليهم شاعري وتنصدم حينما ترى هذا المشهد، ولكن تقوم ناتاشا بالاختباء فورا قبل أن تراها شاعري. وتقف شاعري وتنظر إلى ريحان بإعجاب شديد، ثم تقول له: سيدي، لقد انتهيت من عملي الآن، هل يمكنني المغادرة؟ ثم تقول له شاعري: أنت تتصرف بغرابة اليوم يا سيدي. وفجأة تقع ناتاشا فتراها شاعري فتقول: سيدي، لقد سقط عملك المهم على الأرض. وتضحك وتقول له: أتمنى لك يوما سعيد. وتترك مع ناتاشا وتذهب. وهناك وفي مشهد آخر تذهب شاعري وتتحدث مع روشني عما رأته من ريحان وتقول لها: يبدو أن صاحب شارب ذيل الأرنب مغازل كبير. تقول لها روشني: في الوقت الحاضر الفتيات ذكيات للغاية ويقومون بمطاردة ريحان. تقول لها: سلفك ليس مسكين، أنا أخبرك بالحقيقة، لقد رأيت بعيوني. هكذا تقول لها شاعري. ثم تقول لها روشني: ريحان رجل محترم للغاية. تقول لها شاعري: لا أظن ذلك. تقول لها شاعري: لقد اتصل بي وكان ينزع قميصه، أعني هناك حد للوقاحة، لا أعرف ما الذي كان يفعله، كيف يمكنه أن يفعل هذا الشيء مع فتاة لطيفة مثلي؟ تقول لها شاعري: إنه يتظاهر بالشيء أمامك ولكنه يظهر بمظهر آخر أمام الفتيات الأخريات. وهناك وفي مشهد آخر يتحدث ريحان مع أمان ويقول على شاعري أنها تتصرف وكأنها بريئة ولكنها ليست كذلك. يقول له أمان: لا أعتقد ذلك. وتوقف عن إزعاجها. يقول له: لا، إنها ليست مسكينة يا أخي، إنها لئيمة، إنها من صائد الجن، وسوف أثبت لك ذلك. هناك شاعري تقول لروشني: إنه مهذب في المنزل لكنه ديناميت في الخارج. كلاهما يتحدث عن الآخر من خلف بعضهم البعض ولا يعجبه تصرفات الآخر.
وهناك وفي مشهد آخر ما زال العالم السحري يحتفل بحضور مولود روشني. كل شيء يطير في منزل آمان، وروشني تشعر بالانزعاج الشديد وتقول شكرا عالم السحر العزيز، ولكن كفى، فآمان سوف يعرف. وهناك وفي مشهد آخر ترى الجدة بيضة غريبة تقول لآمان: هذه البيضة لم أراها منذ أن كانت والدتك حامل بك، وهذه البيضة خرج منها بازيجار. تكتشف الجدة وآمان أن روشني حامل بعد رؤيتهم لهذه البيضة، وتقول له الجدة: محتمل أن روشني هي الأخرى حامل، كيف لنا لم نفكر بذلك الأمر؟ يفرح آمان وجدته كثيرا، وهناك روشني تقف من بعيد وتستمع إلى حديثهم، وتشعر بالانزعاج الشديد خوفا من أن يعرف آمان والجدة حملها. يذهب آمان ويسألها، ولكنها تقول له: أنا ذهبت للطبيبة وقامت بفحصي ولا يوجد شيء كهذا يا آمان. وهناك وفي مشهد آخر يسقط شيء من الشنطة الخاصة بشاعري، فتذهب خلفه فيكون في غرفة ريحان، فتأخذه وتجد ريحان يجلس على اللابتوب ويقوم بتصفح صورها. تقول له: ماذا تفعل؟ لماذا تجلس وتتصفح صوري؟ يقول لها ريحان: ولما أنت في غرفتي؟ تقول له: أنا هنا من أجل زيارة صديقتي روشني. ثم تخرج وتترك الغرفة. وهناك وفي مشهد آخر تجلس روشني وتقوم بالبكاء، وتحكي لروبينا أنها حامل وكيف سوف تقوم، وتخبر آمان أنها قامت ووهبت مولودها الأول إلى جن الظلام. تكتشف روشني أن روبينا تعرف كل شيء. حينما قامت روشني وأنقذت آمان من ضوء القمر الأحمر، عرفت وقتها أن روشني لم تتخلص من قواها السحرية، وأنها لكي تعيد آمان للحياة وهبت لجن الظلام مولودها الأول. تنصدم روشني حينما تسمع ذلك من روبينا، وتقول لها: أنا أعلم كل شيء، فقد قرأت في الكتب وعلمت أن آيانا فقط هي من يمكنها إنقاذ آمان. وفي مشهد آخر يقوم ريحان ويحاول الاقتراب من شاعري من أجل أن يكتشف العقد الذي في رقبتها، وهل سوف يضيء ويعرف أنها من صائد الجن. يقوم ريحان ويمسك بشاعري، فتتذكر شاعري ما حدث لها في الماضي حينما حاول أحدا ما الاقتراب منها والاعتداء. تنصدم شاعري وتصاب بنوبة فزع وهستيريا، وتقول: دعني وشأني، أرجوك اتركني. يقف ريحان ويشعر بالصدمة الشديدة من تصرف شاعري، وكأنه عرف أنها لديها ذكرى أليمة لأحد قام وحاول الاعتداء عليها. وتخرج شاعري مصدومة إلى الخارج وهي تجري، ويقف ريحان ويشعر بالأسف على ما فعله معها. وفجأة تأتي ندشة إلى هناك ويضيء العقد الذي في رقبتها، وهذا يعني أنها من صائد الجن. وهناك في مشهد آخر تجلس شاعري وتبكي كثيرا. يدخل إليها ريحان ويحاول الاعتذار منها عما حدث. يقول لها ريحان: الأمر ليس كما تظني يا شاعري، أريت فقط أن أرى عقدك. وهناك وفي مشهد آخر وفي منزل آمان، روبينا تذهب مع روشني إلى غرفتها وتتركها هناك، وتقول لآمان أنها تريد المثلجات الآن ويجب أن يقوم ويحضرها إلى روشني، وتنسى أن آمان هو ملك الجان وسوف يستخدم قواه السحرية ويحضر الآيس كريم الذي تريده روشني في الحال. فروبينا تحاول أن تمنع آمان من الدخول إلى غرفة روشني حتى لا يعلم بأمر حملها. وهناك وفي مشهد آخر تقوم شاعري وتقدم الاستقالة من العمل لدى ريحان بعد ما فعله. وبكده بتنتهي أحداث الحلقة 68 من مسلسل ساحرتي. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.